ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ اهلا بكم في فيديو جديد. فيديو النهارده هنعمل ايه؟ هنعمل كشري. هنعمل كشري مصري بجد، عايزه اقول لكم تحفه وخفيف جدا يعني وسهل، بس هو كراكيب ومواعين بس سهل جدا والله في طريقته يعني. وهقول لكم كام حاجه كده بجد هتخلي الكشري طعمه تحفه. يعني الصلصه هقول لكم بعملها ازاي. الخل طبعا، الدقه بتاعت الخل دي بجد بتبقى حلوه قوي. هقول لكم برضو آه كده ايه. انا غسلت العدس، هو عدس بجبه طبعا، غسلته وصفيته وبعد كده حطيت عليه ميه، يعني غطيته بالميه كده بس واسيبه يتسلق. وهنعمل خطوه كده فيه حلوه قوي، هتعجبكم برضو، هتخلي طعمه حلو جدا. ومعايا ميه مغليه فيها ملح وزيت، يعني معلقتين ملح ومعلقه زيت صغيره. ومعايا طبعا كيس مكرونه مقصوصه نص كيلو، وكيس سباكيتي برضو نص كيلو. بقسم الاسباجيتي اتنين كده وبحطهم ايه، يتسلقوا مع بعض. الاسباجيتي يعني بحطها، يعني بحط المقصوصة الأول، المكرونة العقل الصغيرة دي بحطها الأول، وبعد كده الاسباجيتي وشوية كده وبقلبها. معايا بقى البصل هقطعه زي ما انتوا شايفين كده شرايح. وبعدين هتبله كده تتبيلة حلوة بجد، بتخليه طعمه حلو وبيتحمر بسرعة. يعني بتديله اللون بسرعة جدا وبيبقى الطعم حلو. هقطعه بصوا كده يعني ايه، واحاول اقطعه بقى يعني ايه خفيف شوية، يعني شرايح كده بس خفيفة شوية. يعني برضو البصل من الحاجات الحلوة قوي في الكشري. آه بس لازم يتبل والله، بيبقى حلو قوي يعني، بيفرق قوي لما بيبقى متبل. بصوا هبدأ ايه اقلب المكرونة. بصوا لما بتطرى شوية بتعرفوا تقلبوها بسهولة، ولازم تتقلب طبعا على طول عشان ما تلزقش ببعضها. الحمص انا برضو حطيته على النار. يعني انا نقعته ساعة كده، وممكن ننقعه من بالليل كمان لو حابين عشان يستوي بسرعة. وحط يعني نقعته ساعة، وبعد كده غسلته من المية يعني صفيته من المية بتاعت النقع. وبعدين حطيته برضو، غطيته بالمية وسلقته بسلقه على النار. البصل بقى هحط معلقة ملح ومعلقة دقيق، يعني هعفر بالدقيق كده، وكمون وسكر. التتبيلة دي بجد عايزة اقول لكم حلوة جدا، يعني الدقيق بيخلي البصل ياخد لون بسرعة، والملح طبعا بيدي طعم حلو، والكمون والسكر برضو من الحاجات اللي بتساعد على تحمير البصل بسرعة، يعني لان السكر بيديله كرملة كده سريعة. فبجد عايزة اقول لكم بيبقى تحفة قوي، يعني جربوه بالطريقة دي هيعجبكم جدا. بس حطيت زيت طبعا على النار، وبعدين هبدأ احمر البصل فيه. طيب انا يعني هعمل بقى ايه، الزيت اللي هو بتاع البصل ده هبدأ بقى اعمل منه الصلصة بتاعت الكشري، اعمل منه الصلصة اللي هي الحراقة. هعمل منه الخل والخل والثوم ده هتشوفوه برضو. يعني هستخدم برضو البصل بتاع الزيت بتاع البصل بيدي طعم حلو جدا. خلاص المكرونة استوت، هطفي عليها بقى وهصفيها. وبعد كده احط عليها شوية من الزيت، يعني معلقة زيت كبيرة كده، واقلبها فيها عشان ما تبقاش لازقة ببعض. بس انا كده ايه بحمر باقي البصل. ويعني برضو عشان البصل يفضل مقرمش وحلو، نطلعه في مصفى كده زي ما انتم شايفين. واللي هطلعه تاني مش هحطه عليه، يعني ده يبرد شوية احطه في طبق او اي حاجة. واللي هيطلع احطه ايه، افضي بقى اللي في المصفى ده واحطه لوحده. يعني ما احطش السخن على بارد عشان ما يطروش. يعني برضو حاجة، يعني حاجات بسيطة بس بجد بتفرق معانا. ده بقى ايه العدس ابو جبة. هحط له معلقة سمنة كده واشوحه تشويحتين كده، بس بيبقى تحفة. انا هحط كمون وملح بقى عليه، يعني ممكن احط ملح في السلق بس انا نسيت اصلا احط الملح في السلق. فاحطه عليه دلوقتي يعني وهو بيتشوح. بس يعني اشوحه شوية كده وبعد كده ايه خلاص هطفي عليه. برضه بيدي طعم حلو جدا للعدس ابو جبة. والبصل نبدأ يعني نقلب فيه على طول عشان ما يبقاش ايه لون ولون، يعني تبقاش واحدة وواحدة، وما يتحرقش برضو مننا، يعني ايه مستمرين كده في التقليب. بصوا دول بردوا خلاص يعني، هشيلهم وابدأ ايه انزل الباقيين. اول ما ياخد لون ذهبي غامق كده خلاص كده يبقى ايه، نطلعه على طول. ما نسيبش البصل يعني يبقى ياخد لون اكتر من كده عشان بيمرر. بس التتبيله الحلوه دي بجد يعني عايزه اقول لكم تحفه. جربوها بجد هتعجبكم قوي. معايا توم فرمته، يعني مثلا نقول ايه معلقتين توم كبار،
واحط عليهم بقى زيت من بتاع الكشري، من بتاع البصل. هحمر بقى، هعمل الصلصة بجد هتعجبكم جدا. حمرت الثوم، نزلت بربع مع بتاع ده كوباية من الخل. بجد بتفرق جدا بقى، يعني زي كأننا بنعمل كده ايه فتة. الثوم يتحمر شوية، انزل بربع الكوباية من الخل، وبعد كده احط الصلصة، عصير الطماطم، يعني طماطم، هو ده كيلو طماطم ضربته وصفيته بس كده. وبعدين نزلت بقى ايه بعصير الطماطم. معايا ايه بقى، كنت اخداه من المكرونه وهي بتتسلق، دي بتفرق برضو وبتدي طعم حلو جدا لصلصه الكشري. آه ميه من بتاعه سلق المكرونه، حطيتها عليه. حطيت مرقه، يعني مكعب المرقه ده بيدي طعم تحفه. طبعا ملح وكمون وفلفل اسود ومعلقه سكر صغيره عشان ايه الحموضه. المرقه بجد من الحاجات الحلوه جدا في الصلصة بجد بتاعت الكشري يعني، او المكرونة بعملها كده برضو. ونص كوباية المية من سلق المكرونة دي، عايزة اقولكوا تحفة بقى. بتتقل كده الصلصة، بتخليها طعمها حلو جدا. حتى لو المكرونة بس بعملها كده برضو بالطريقة دي. الرز بالشعرية عايزة بقى بعمله بالطريقة العادية. بصوا، هي كوباية من الشعرية، وحطيت 3 كوبايات من الرز. بتبقى حلوة يعني. الكشري برضو بيبقى عايز رز بالشعرية. الشعرية بتبقى اكتر، يعني اكتر من الرز. يعني بتبقى تحسوا الشعرية ايه كتيرة كده في الرز، مش اكتر يعني في مقدار الرز. لا، تحسوا الشعرية هي اللي باينة اكتر في الرز بالشعرية يعني. فانا حطيت برضو زيت من بتاع البصل بتاع الكشري، وحمرت الشعرية خالص عادي جدا يعني. وبعد كده نزلت ايه بالرز عليها، قلبته. وبعد كده حطيت المعيار، بس الشعرية هي كوباية، بحط نص كوباية مية ليها، عشان الشعرية طبعا من الحاجات اللي ما بتحتاجش مية كتيرة، فعشان الرز ما يعجنش مننا. يعني هما 3 كوبايات رز وكوباية شعرية، حطيت 3.5 مية. كده هعمل بقى الدقة بتاعة الخل والثوم الحلوة دي بقى. بحمر الثوم شوية، يعني ما ياخدش لون، يعني عايزة اقولكوا ايه، ياخد لون ذهبي فاتح جدا. وبعد كده هنزل بقى بفنجان من الخل وفنجان من المية بس، وابدأ احط ملح وكمون عليه، بس نزود الكمون شوية يغلوا غلوة كده، ونطفي عليهم بقى ونسيبهم يبردوا خالص. وممكن برضو نعمل الموضوع ده على البارد كده، بس لا يعني الطريقة دي احلى، بيبقى الطعم احلى. بحط معلقة صغيرة كده من الصلصة بتاعة الكشري اللي انا عملتها. ليه بقى؟ عشان تدينا لون حلو للخل. دي بقى معايا توم وفلفل حامي، هحمرهم مع بعض. وهاخد بقى من نفس الصلصة اللي انا عاملاها طبعا، اللي هي للكشري العادية، هزود بيها. دي بقى اللي هتبقى الصلصة الحامية او الحراقة، تبقى تحفة بقى. وممكن بقى نزود شطة تبقى حراقة اكتر. بس هو الفلفل الحامي ده بيبقى بيخلي ليها طعم كمان غير الشطة. خلاص كده الرز استوى، كل حاجة بقى استوت معانا. والصلصة التحفة بجد دي، جربوها بجد بالطريقة دي هتعجبكم. يعني نحط فيها مية سلق المكرونة، واحدة مرقة كده، والأول نطش التوم بالخل، بيدي طعم حلو جدا وريحة طبعا. هبدأ بقى ايه اجهز الطبق، يعني الموضوع سهل بقى وبسيط. احط مكرونة وبعدين رز وبعدين عدس. والحمص اهو استوى معانا برضو. احط حمص بقى، احط رشة بصل بس. واحط بقى ايه الصلصة في الاخر، تبقى تحفة بجد. والخل بقى والصلصة الحامية بقى ايه، لو حابين نحطها بقى في الطبق ماشي، مش حابين خلاص. يعني دي هنحطها ايه كده ايه حسب احتياجاتنا، يعني حسب الاحتياج. لو حابين لا ماشي، لو مش حابين خلاص. عايزه اقول لكم بجد الكشري انا بحبه كده، يعني بحبه كل حاجه لوحدها. يعني جربته في الحله الواحده، لا ما حسيتوش قوي الكشري اللي انا بحبه. لكن اللي هو بيبقى كل حاجه لوحدها ده بيبقى تحفه. هو بيبقى يوم يعني غسيل مواعين فيه كتير، مش مشكله يعني، مش هنعمل كل يوم بقى كشري. بس بجد عايزه اقول لكم طلع روعه. جربوا بقى وقولوا لي رايكم، وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد. ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب. مع السلامه.